السلام عليكم. طبعا ده صاروخ كبير، كل الناس عارفاه، مش حاجه جديده ولا اختراع ولا حاجه. بس اللي انا طالع اتكلم عليه ان بقى في استهتار جامد جدا. ده اسمه صاروخ. انا بكره ده، ما بحبوش. لما حد عندي حتى بيجي يشتغل بيه صنايعي ببعد عنه. انا ما بحبش ده، سبحان الله كده، بخاف منه بمعنى اصح. بقى في استهتار جامد جدا. بقى في اللي انا امسك ده اقعد ارسم بيه على الحيطه عشان اخد صوره حلوه. بقى في اللي انا اروح مدين مساعد لسه جاي يشتغل معايا امسكه صاروخ، اقول له يخش اعلم له ويخش يقطع ويموت يتعور يجرى له. امبارح كان الخميس، كان اخر يوم لينا في الشغل، كنا شغالين في موقع في العبور، وانا قاعد في الجامع لقيت عم بدر بيتصل بيا بيقول لي يا محمد انا رايح مع الوسطى كذا عشان الصنايعي اللي معاه اتعور بالصاروخ. كنا راح حتى المستشفى، مش عارف اسمها حبيب ايه اللي في الحي الخامس دي. الجماعه الكهربائيه، اغلبيه الكهربائيه دي يد نازله مع الصاروخ. الناس اللي اولا احنا عندنا في مصر هنا اهمال جامد جدا. الصاروخ ده بيجي معاه الحمايه بتاعته اللي هنا، مفيش حد في مصر بيشتغل بيها. السيفت عندنا في مصر هنا صفر على الشمال، كله بيروح يشيل الحمايه دي يرميها، تمام؟ مع اليد. المفروض ان اليد دي كده، انا لو شغال بالصاروخ انا هاجي اشتغل بالصاروخ، اما اجي اشتغل بيه الصاروخ ده عدلته، ملوش عدله غير كده. الصاروخ ما يتمسكش كده، الصاروخ التسعة بوصه ما يتمسكش كده، الصاروخ ما يتمسكش كده، الصاروخ ما يتمسكش كده، الصاروخ كده اهو. دي كده العدله بتاعته. لما اجي اشتغل بيه اشتغل كده اهو، وابقى وشي ده بعيد عنه، ابقى كده اهو. لو الصاروخ نتش ينتش كده، ما الاقيش نفسي شغال كده اهو، الاقي نفسي كده واحد ماسك الصاروخ كده كده اهو بالظبط. يعني هات وشي كده قرب كده، شغال كده اهو بالظبط وعامل كده اهو كده اهو. طب يا ابني ده لو نتش هيفلق وشك نصين، ده لو نتش منك هيفلق وشك نصين. ده اللي بيشتغل باليد. بص بقى الجديد، بيفكوا دي، وطبعا صاحبي ده هيشوف دلوقتي الفيديو وعارف ان انا بتكلم عليه. بيفك دي خالص، وبيمسك الصاروخ التسعة بوصة اللي هو اساسا وزنه ممكن يخش له في 4 كيلو 5 كيلو. يعني هو اساسا الصاروخ نفسه تقيل. بيشتغل من غير يد، بيقف على السقاله على سلم او سقاله ويشتغل كده اهو كده اهو، ويعمل كده اهو ويعمل كده اهو، وبيشتغل وبتاع والكلام ده. طب حضرتك ده لو نتش منك هيعمل ايه؟ لو نتش منك هيعورك. ده صاروخ تقيل، ده اسمه صاروخ. يعني ده موت، دي آلة موت. ده لازم تشتغل فيها بالعقل، لازم تبقى مأمن. بلاش تستهتروا بالناس. مش أي مساعد يجي معاك تخش تقول له خش اشتغل بالصاروخ لما تتأكد إن هو كويس. مش عشان تاخد صورة وتاخد لقطة لازم تخش تشق وتعمل فرح. اللي مش محتاج يتشق خلاص. يعني هي دلوقتي لو الماسورة اتحطت في الحيطة وهي مثلا مشقوقة هتاخد 10%، ولو اتحطت وهي متكسره هتاخد 5%. هو هيجي المهندس يقول لك ايه اللي انت عامله ده؟ اللي محتاج يتشق بالصاروخ ضروري قوي شقه، اللي مش محتاج خلاص. من 10 سنين ولا من 15 سنه ما كانش فيه اساسا هيلتي بنكسر بيه. كل التكسير كان باجل ومطرقه، مش كان فيه صاروخ. دلوقتي اللي عايز يخش يعمل اي حاجه يجيب الصاروخ ويشتغل بيه كده اهو، ويقعد يعمل كده هو شغال، ويمسك الصاروخ كده ويخش كده ويعمل كده. وخصوصا بقى بتوع التكييفات، انا ما شفتش فني جاي يشتغل معانا في موقع بتاع التكييفات ومعاه واحد بيمسك الصاروخ بيفهم. والله العظيم انا بلاقي واحد واقف على السلم وعايز يعمل الدوران اللي هو بيعمله كده اهو، ده ماسك الصاروخ كده ويقعد يعمل كده اهو ويلف والصاروخ ينتش منه. والاسطوانه دي اساسا في الدوران اللي هو بيلفه ده الاسطوانه ما بتاخدش مسارها، فهو بيزنق الاسطوانه في الحيطه. الاسطوانه ممكن تتكسر، ممكن تجرى لها اي حاجه. اي واحد يقول له اشتغل وخلاص. يا جدعان الله يرضى عنكم، الراجل والله العظيم ربنا ستر عليه، الصاروخ نتش منه غصب عنه. وطبعا كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. الصاروخ اتعور، يعني نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتم الشفاء على خير. يعني هو والله العظيم الواحد زعل عليه جدا. الحمد لله ان هي التعويره جت بسيطه. للاسف الصاروخ لما نتش الصاروخ كان هيفرتكه، لدرجه ان هو عمل له خربوش بسيط هنا، بس فتح له دي كده وشال له دي كده من الصاروخ 9 بوصه، والدنيا اتبهدلت.
والحمد لله ان الصاروخ لما نتش كان هيجيب الحته دي كده اهو، بس عمل فيها خربوش بسيط. طبعا ده قدر وهو مش قاصد وكل حاجه، بس اللي انا حبيت اطلع اتكلم عليه لان كان في نفس المكان قبلها بساعه كانت ناس من الصناعيه اللي موجوده ماسك صاروخ 9 بوصه واقف على السلم بيشق اخر حته اللي هي طالعه ايه للجبسن بورد، الخرطوم اللي احنا شايفينه. فماسك الصاروخ كده واقف كده اهو، صاروخ تقيل فيه 5 كيلو ويعمل كيلو. فانا بقول له فين حتى اليد؟ قال لي احنا ما بنحبش نشتغل باليد. فطبعا الكلام ده ليه ولغيره وللناس كلها. يا جدعان دي آلة موت، بلاش تستهتروا بيها، بلاش تخش ترسم الشغل عشان تاخد لقطه وتقعد تشق الدنيا كلها بصاروخ. على قد ما تقدروا خفوا الشغل بالصاروخ شويه، وخلي بالكم من المساعدين اللي جاي تشتغل معاكم. ما تخليش اي مساعد جاي يشتغل تمسكه صاروخ زي ده تقول له خش اشتغل، وانت يا ابني يا مساعد ما حدش هينفعك. لو اتعورت المقاول اللي انت شغال معاه مش هينفعك، اخره هيوديك يخيطك ويديك 1000 جنيه ولا 2000 جنيه وهتبقى علامه مستديمه في وشك في بطنك، صباعك اللي هيتقطع، محدش هينفعك. خلي بالك من نفسك وما تستهترش بنفسك وما ترميش نفسك وخلاص، ما تجريش. اللي ما بيعرفش يشق بالصاروخ ما يقولش انا بعرف اشق. ما بتعرفش تشق قول انا ما بعرفش اشق، مش عشان ما تقولش ان اول هيمشيني ولا حاجه، محدش هينفعك. خلي بالكم من نفسيكم، بلاش استهتار بالصاروخ. الله يرضى عنكم. السلام عليكم.